تصل الفيديوهات من إيران لتحكي لنا قصة انتصار تاريخي، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار مع أمريكا وإسرائيل. فهل تصح أنباء الهدنة بشروطها الأمريكية أم إنها مجرد وقفة قبل استئناف الجولة الثالثة من الغارات؟ وماذا عن الانتصار التاريخي والفيديوهات الإيرانية التي لا يبدو أنها فوتوشوب أو مولدة بالذكاء الاصطناعي؟ إيران أعصابكم على كيف. إيران تفاجئ الجميع بسلاح البلازما في عالم تتغير في موازين القوى بسرعة. حلو. يعمل هذا السلاح بالبلازما الفتاكة، وهي جزيئات مشحونة تصل إلى ملايين الدرجات وقادرة على إذابة أي هدف أو تبخيره بالكامل. حلو. وإلى حين استخدام سلاح التذويب الفتاك هذا تدخل المعركة وفق الفيديوهات الإيرانية شخصية جديدة يقال إنها ظهرت في سماء طهران، وهنا تضيق اللغة من جهتنا صراحة وتعجز الألسن وتترك الأقلام لموظفي التومان وما يطلق عليهم بمحور المقاومة والمتشيع العرب ليصفوا لنا حقيقة الانتصار الإيراني التاريخي. منذ نحو 40 يوما على بدء الغارات الأمريكية الإسرائيلية، خسرت إيران صف قيادتها الأول بكامله وعلى رأسهم علي خامنئي، ثم صف قياداتها الثاني والصف الثالث. ووفقا للتقديرات فإن ما يقرب 40,000 ضربة جوية استهدفت 6,000 موقع في إيران، طالت منشآت عسكرية واقتصادية ونووية وأخرى لمقرات وقيادات الحرس الثوري، وأدت لمقتل ما يزيد على 1200 شخص بما فيها شطب سلاح البحرية بالكامل. وبعد دفع الباسيج بآلاف المدنيين كدروع بشرية حول المنشآت الحيوية كتأكيد للانتصار، تستيقظ لبنان وبيروت تحديداً على جولة غارات إسرائيلية تحت عنوان بنود الاتفاق الأمريكي الذي وافقت عليه إيران لاستثناء ذراعها حزب الله من التهدئة، ويدفع لبنان مرة جديدة ثمن الحزب الإيراني وميليشياته وسلاحه. هذه باختصار حقيقة الانتصار الإيراني الذي قتل وهجر بحرسه الثوري وميليشياته الطائفية العراقية الأفغانية اللبنانية ملايين السوريين واليمنيين والعراقيين واللبنانيين، وحتى في نصره المزعوم الأخير بقتل وجرح مئات المدنيين في دول الخليج العربي بهجمات تجاوزت 6,000 صاروخ ومسيرة، في مقابل ما يقرب 1000 هجوم صاروخي فقط على إسرائيل. وبينما بات يسمى بالمتأيرن العربي وذاك المتصهين، حقيقة واحدة بين هؤلاء على خطر كلا العدوين، أي الإيراني والإسرائيلي، على الشعوب العربية والإسلامية، وثانية لا تخفى على أحد من جهة المقاصد والسياسة الشرعية لحجم خطر المشروع الفارسي في تقديمه على الواضح والظاهر الإسرائيلي، ذلك أن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب.